بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنتوجه بالشكر للأستاذ أشرف طنطاوي رئيس الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان لاستجابته الفورية مشكورا بعد حلقة إخواننا أصحاب المستهترين أصحاب المخابز، وفي حملة تموينية مكبرة استجابة لنبض رجل الشارع. تحية لتلك القيادة الفريدة اللي بتستجيب رغم ان احنا وجهنا له في الفيديو ده بعض النقد، ولكن الرجل مشكورا بسعة صدره تعامل مع الموقف بمسؤولية، وتم تشكيل حملة تموينية مكبرة من الوحدة المحلية ومكتب تموين الجرف، وتم عمل 13 محضر، 7 محضر نقص وزن مسروق يعني بالبلدي كده، و6 محضر نظافة يعني مش نضاف. شكرين يا فندم، ونطلب المزيد، يعني نطلب المزيد تحقيقا لتطلعات رجل الشارع. الأهم من وزن العيش ومحاضر النظافة ميعاد الخبيز اللي بيتم الساعة 4 الفجر والساعة 3 الفجر. المواعيد دي ليه؟ المواعيد دي على العموم عمل طيب ومجهود كويس من السيد رئيس الوحدة، ربنا يكرمه، ومش غريب عليه تقبله للرأي والرأي الآخر. متشكرين يا فندم. وندعو السيد رئيس مجلس مدينة أن يستوحي تلك الفكرة، يعني معلش سيبك من التوجيهات دلوقتي، ويطلع على الموقف بتاع أسيوط ده عشان الطلبة اللي بتركب الميكروباص. ويشوف كان في مبادرة لأحد النواب مش هنذكر اسمه، جاب أتوبيسات. طيب عايزين مزيد، عايزين نفعل الموضوع ده حلا للأزمة، عشان أرواح الطلبة دي خسارة. الطلبة دي خسارة، أرواح الناس دي. السيد رئيس مجلس المدينة أكيد سيادتك هتسأل عنها، إدارة المواقف، شرطة المرور، وسط السلبية دي بمجلس المدينة. كل التحية والتقدير للسيد رئيس الوحدة المحلية والسيد سكرتير الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان لتطلعاتهم نحو الاستجابة السريعة والفورية، ونطلب المزيد. ولو في حاجة لو تسمح لنا يا فندم هنتكلم عليها فيما بعد الجهد المشكور للسيد رئيس الوحدة. طلعنا الأستاذ إبراهيم عيسى الكاتب الكبير، الكاتب الصحفي ومقدم برنامج، بيقول ايه؟ بيقول في جملة بيقولها ان الأذان وإقامة شعائر الصلاة عوائق أمام تقدم السياحة في مصر. والله قال كده. وإن الحكومة بتبذل مجهودات، وإن بيبوظها إقامة المساجد أو في بعض المناطق السياحية، أو رفع الأذان وقت زيارة السياح لبعض الأماكن الأثرية. كويس. طيب، لا يتجرأ كاتب في بلد في ديمقراطية زي إيطاليا مثلا، لا يتجرأ كاتب إيطالي على مناقشة أجراس الكنائس في الفاتيكان، وإن كنائس الفاتيكان بتعتبر عائق قدام السياحة. لا يتجرأ. ما اعتقدش ان يكون صوت الأذان سواء في الغردقة، في شرم الشيخ، في القاهرة، في القاهرة الفاطمية، في الأقصر، في أسوان، في المناطق السياحية تكون عائق قدام السياحة. بالعكس، ده في يعني مثلا عندك الملك تشارلز ملك بريطانيا، من ضمن أولوياته لما بيجي يزور بعض المساجد في القلعة وبعض الآثار الإسلامية والأزهر الشريف.
ايه فايدة الشطحة دي؟ يعني ايه فايدة الموضوع ده؟ يعني ده بعتبره توتر للسلم الاجتماعي، ان انت بتقول في بلد مسلمة اغلبيتها مسلمة ان والله الاذان اللي عندكم ده عائق قدام التنمية، عائق قدام السياحة. طب انت تقصد ايه؟ مش معقول يعني. هل سمعنا مثلا ان في حد في ايطاليا طلع قال والله انخفضت اعداد السياحة نسبة لكنائس اجراس الكنائس في الفاتيكان؟ لا يتجرأ، لا يمكن. فاحنا تقريبا علشان نسبة النجاح في مصر او الفكر في مصر لازم نهاجم بعض المعتقدات والمقدسات في عندنا في الاسلام. احنا لسه يعني هان علينا الاسلام، هان علينا بالطريقه دي والله. دي مش اللي انا بقوله ده مش ضد مدنيه الدوله، لا، مدنيه الدوله موجوده ومرسخه كمان في القانون والدستور المصري. لكن ايه علاقه الاذان بتطور السياحه في مصر؟ يعني ما احنا يا نقع وسط الاخوان المسلمين وده بتشددهم، يا نقع في الافراط اللي ماليش معنى مع ابراهيم عيسى. مش معقوله يعني. البند الثالث، احنا ليه منضبطين بره مصر وغير منضبطين داخل مصر؟ يعني في نهايه ماتش كاس السوبر اللي اتلعب في الامارات، دخل الامن الاماراتي وادى تعليمات مستدامه للمباراه. الجمهور المصري التزم التزام الصحافه الاماراتيه اتكلمت عليه، التزام ما بعد التزام، اللي يعمل حاجه يطلع بره. نيجي هنا الماتش يبقى في استاد القاهره او في اي استاد برج العرب او بتاع، يحصل التجاوز، بل فخورون بالتجاوز. ليه؟ لان في الامارات القرار هيتخذ مره واحده، اطلع بره يعني الجمهور يطلع بره. احنا هنا ما عندناش شجاعة القرار، عشان نكون واضحين مع بعض. يا عم ده احنا هنا بتحصل مشكلة مخالفة للقانون، بتحصل مخالفة للقانون. أول حاجة بنروح لسلامة بيه أو فتح بيه أو حمد بيه أو إكرامي بيه أو مش عارف مين بيه أو عضو مجلس النواب بيه، علشان يطلع المخالف. فعندنا إحساس من آمن العقاب أساء الأدب. لكن هناك هتغلط هتطلع بره، هتطلع بره. وده سبب من اسباب تراجع الدولة المصرية في بعض الاوقات، اذ لم تكن هناك دولة القانون على الكل، صرنا في مؤخرة الدول. يا ريت نبطل فلان بيه، يا ريت، وكبرى العائلات ومش عارف ايه و مالهمش لازمة. الانضباط في النهاية نرجو من السيد رئيس الوحدة المحلية زيادة الحملات التموينية على مواعيد المخابز. الأستاذ إبراهيم عيسى ريحنا شوية، الأذان عمره ما هيكون عائق لتقدم السياحة في مصرية أو جلب الاستثمار أو جلب العملة الصعبة. اوقفوا فلان بيه ومش عارف مين بيه وكبرى العائلات، المخطئ يتحاسب. سلام عليكم، ربنا يكرمكم.